عارف ايه اخطر انواع التلاعب النفسي؟ لما يظلموك ولما تدافع عن نفسك يحسسوك ان انت اللي غلطان. انت بتكون الضحيه، هم اللي استفزوك، هم اللي بدأوا، هم اللي اتجاوزوا حدودهم. بس اول ما تنفعل او تدافع عن حقك او حتى تصرخ من وجعك بيقوموا ماسكين بقى في رد فعلك ده ويسيبوا السبب اللي خلاك تعمل كده. بيحولوا القضيه من فعلهم الظالم لرد فعلك الطبيعي، عشان في الاخر تلاقي نفسك انت اللي بتعتذر وانت اللي بتبرر وانت اللي حاسس بالذنب. دي لعبه التلاعب بالعقول عشان يهربوا من مسؤوليه افعالهم. فخدها قاعده: رد فعلك على ظلمهم مش هو الجريمه، ظلمهم نفسه هو الجريمه. فما تسمحش لحد يخليك تشك في نفسك او في حقك بسبب انك اخدت موقف. اللي بياخد حقه او اللي بيرد على الاهانه مش مذنب، المذنب هو اللي اجبرك توصل للمرحله دي. وركز في ورقتك وبس كده. سلام.